يا مرحب أحبابنا على القناة. احنا النهاردة هنستعدل شاسيه موتوسيكل بجاج، وهنستخدم مكبس من نوع جديد خالص. نتمنى ان انتوا تستمتعوا معانا بالفيديو، وياريت لو انت شاهدت الفيديو للنهاية اشتراك ولايك. واحنا هنا كده بنجهز مسرح المكبس. ادي العوارض الخشبية اللي هي بتصل الى السقف بتاع الورشة، والكوريك والستاند اللي احنا بنحط عليه عشان فيه فراغات ما تأديش لان يحصل اي مشاكل مع الشاسيه، وبعض الكتل الخشبية. واستخدمنا السقف استخدام جيد بان احنا نحط العوارض الخشبية. طبعا ما انتوا شايفين لها مخاطرها ولها السلبيات بتاعتها بس هي في الوقت الحالي او في الوضع الحالي هي الانسب للتعامل مع مساعدة بسيطة من احد الاشخاص بانه يمسك لك العوارض على ما انت تبدأ تتحكم في المكبس. لان طبعا العوارض الخشبية بتبقى عبارة عن ارتكاز على نقط تؤدي لانك انت تغير الوضع بتاع النقطة اللي فيها اللوية. يعني انا عايز احجبها يمين شوية، بروح من النقطة المعاكسة وابدأ اضغط، بتقلب انت التصميم بتاع المكبس من اعلى الى اسفل بدل ما انت بتشتغل على المكبس العادي من اعلى الى اسفل. فاحنا هنا كده استخدمنا العوارض الخشبية في المكبس ده، وأدت لأني الحمد لله نتائج مذهلة. وطبعا زي ما انتوا شايفين دلوقتي احنا قاعدين بنفكر فيه ازاي نجيبه ازاي. طبعا ثبتنا العوارض الخشبية هون زي ما انتوا شايفين، وهنبدأ نرفع الكوريك علشان يبدأ يرد لي اللوحة الجامدة اللي كانت موجودة في الشاسيه اللي هي ظهرت في أول فيديو. دي طبعا هتأدي الملي فوق، بيأدي لحوالي 10 سنتي تحت مع الارتفاع. وبنستخدم العوارض الخشبية مع السقف. طبعا كانش فيه مساعدة وطبعا استخدمت أكتر من نوع من أنواع الكوريك وأطوال مختلفة بحيث إن احنا نبدأ. أيوة شايف انت، بص المنظر وشوف حجم الردة لما أنا بفك المكبس أو الكوريك، بترد معايا بطريقة قوية جدا. دليل على ان الماسورة دي فيها قوة. شايف حضرتك المفروض ان احنا بنثبت مدة بتكفي لان ترد عند اللوحة اللي موجودة في الشاسيه. وده طبعا النهاردة انت الشاسيه بتاع الحاجة غالي جدا، ولابد من انك انت تتعامل بحكمة معاها علشان تاخد النتيجة المرجوة من الاستعداد. وده احنا بنشيك برضو وبنشوف النسب وبنحاول. الحمد لله ظبطنا النسبة بتاعته بطريقة جيدة جدا، والحمد لله السماء بدأت تستقر في اتجاه وما بدأتش تنحدف يمين أو شمال، والمسمار بقى في النص بالظبط ما بين الأجزاء بتاعته. وهنا دي تاني محاولة بنحاول برضو ناخد سنة بسيطة من النص، لأن الماسورة كانت متنية برضو في النص وده بمساعدة الباشمهندس حسام عبد السميع وإشرافه الفني على الأوضاع. بنحاول نتواصل بحيث إن يبقى في نتيجة إيجابية من العمل، لأنه هو برضو بيقفل الموتوسيكلات وهو جيد في هذا المجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.